شفتوا اللي حصل في السودان؟ شفنا. عرفتوا انها غرقت؟ عرفنا انها غرقت. طب عرفتوا ليه غرقت؟ عرفنا. عشان السد يعني كان مليان وكده. السد كان مليان وكان لازم يفتح وغصب عنه وكده. بجد؟ ده كل اللي انتوا عرفتوه؟ ما تعرفوش ان دي بروفة لاغراق المنطقة في المرحلة الجاية، وان الكل لازم يبقى اندر كنترول؟ ما تعرفوش ان الكيان والامارات، اكيد عارفين، الامارات والدول العربيه هم اللي ورا بناء السد اللي هيخرب مصر. السد ده اتبنى من هناك، ده حتى فيه، تصدق بالله، ده حتى فيه بنوك مصريه شاركت في بناء السد. تصدق؟ شفت النكته دي؟ شفت النكته دي؟ يعني هقول ايه، حاميها حراميها. ما هو لو كان ما فيش اراده سياسيه يحصل ده، ما كانش هيحصل اللي حصل ده يا جماعه. إغراق السودان بالشكل ده تجربة، أو قرصة ودن، أو تنبيه هام لمن يهمه الأمر إن اللي جاي سواد. يا إما تبقوا أندر كنترول مع الكيان ومع كل طلباته، يا إما زي ما شفتوا كده السودان حصل فيها إيه. كان ممكن المية تتفتح تدريجيا، كان ممكن المية تتسرب زي ما كانوا بيسربوها في طرق تانية، وكان لازم يكون في تفاهم بين الدولتين عشان المية. لكن هناك بقى البرهامي الحرامي مشغول بيجري ورا التاني بتوع مش عارف ايه السريع، وعمالين يجروا ورا بعض عشان كلهم حرامية عايزين يسرقوا خير البلد وثرواته وذهبهم وأراضيهم. كل ده ليه؟ مطلوب ان السودان تبقى كده. البرهامي راح هناك ادى ولاءه للكيان، زي ما البشير راح هناك ووقع، وطلع البشير والسيسي يقول اطمنوا اطمنوا اطمنوا. كده نطمن ازاي؟ شفتوا المنظر في السودان؟ هو ده هيبقى في مصر. السد ده لازم يتهد. لو في إرادة سياسية قوية هتهد السد ده، ونخلص من التهديد طول عمرنا من أيام الدولة المصرية القديمة وأيام تاريخنا كله، واحنا مسيطرين على المنطقة دي علشان النيل تبعنا. النيل، مصر هبة النيل. طول عمرنا حاطين عساكرنا وقواتنا هناك عند منبع النيل. هو ده الصح. ما حصلش حتى في ايام العسكر اللي حكموا مصر كلهم ان في سد ينفع يتبني هناك الا هذا الخسيس الصهيون. هو ده اللي عملها. اللي جاي سواد يا جماعة. اللي حصل في السودان، اللي حصل بروفا. اللي حصل في السودان بروفا. اللي جاي هتشوفوا بقى اللي جاي. وعلى حسب، شوف بقى مين اللي وحطنا تحت ضرس الكيان وتحت ضرس واحد اسمه ابي احمد ملوش 30 لازمه. وقف يحلف ويقول له احلف كده، قول والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما هاجي ناحيه مصر وهضر مصر. بعد كده طلع قال انا ما كنتش عارف انا بقول ايه اصلا، انا قلت اللي هو قاله لي. شفتوا بقى؟ شفتوا خيبه اكتر من كده؟ ولسه البهايم مصدقه ان هو رئيس بجد وان هو قلبه على مصر بجد. اشربوا، اشربوا، ده اللي جاي سواد.